بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن أساسيات التربية والحاجات اللي محتاجينها عشان نقدر نربي تمام، من مكان وراس مال وأرض زراعية لو موجودة أو مش موجودة، وضربنا أمثال ازاي لو أنا معايا متوفر العناصر دي هقدر أشتغل بيها ازاي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الخطوة التانية من الموضوع، وهي الهدف من التربية. الهدف من التربية دوت هيتبني عليه أساس حاجات كتير. هو الأول هيتبني على أساس العناصر اللي معايا. أنا معايا رأس مال قد إيه، ومعايا أرض زراعية ولا لأ، أقدر أأجر أرض زراعية ولا لأ، عندي مكان ولا لأ. تمام. فالهدف من التربية، انت قبل ما تبدأ تربية هتحدد انا يا عم هربي، بس يعني ايه الهدف من التربية؟ انت بتربي كمشروع، بتربي كتجارة، بتربي كتسلية وهواية، على حسب انت بتربي ليه. تمام. والموضوع التربية بينقسم لكذا حاجة، يعني كذا قسم في التربية. انت ممكن تربي امهات اللي هو تربية انتاج، وممكن تربي تسمين. تمام. عندك برضو في انواع، عندك الماعز وعندك الاغنام. عندك الاغنام ليها انواع، والماعز برضو ليه انواع. ده كله بتحدده بناء على رغبتك انت في التربية، وبناء على المعطيات اللي معاك من أرض أو مكان تربية، ومكان للزراعة أو الأعلاف اللي هتتوفرها ازاي، ورأس المال اللي هتشتري بيه الأغنام أو الماعز وعددها، وتبدأ معاها ازاي. في واحد بيربي لمجرد ان هو يربي الحاجة تكون موجودة عنده في البيت وخلاص، وهو مش في دماغه اي هدف ولا في دماغه اي موضوع. هو بيربي وخلاص لمجرد ان انا اربي واشوف الحاجة ديك واربيها واتعامل معاها. وده غالبا يعني في العموم ده بيبقى بيخسر وبيتقابله مشاكل كتير، ولان هو فاقد اصلا يعني الهدف من الموضوع. انت جايب الحاجة دي وبتربيها، طب انت محدد هتستفيد منها ازاي، هتصرف عليها ازاي، هتتعامل معاها ازاي. فده لا، ده ممكن يشتري ويكبر العدد بتاعه ويقعد يربي وبتاعه، وفي الاخر بيهمل الحاجة طبعا عشان التأثير في الاكل، وما بيقدرش ان هو يجيب كميات الاكل اللي تناسب العدد اللي هو بيربيه. فده بيقابل مشاكل كتير، وفي الاخر اصلا يعني بترسي على خسائر، وفي ساعات بتوصل لخسائر جامدة وخسائر كبيرة. ده اول واحد. تاني واحد بيربي بغرض ان هو يبقى عنده اضحية، عنده حتة لحمة في البيت. ده بيبقى غالبا يعني افضل حاجة ليه بيبقى موضوع التسمين. تمام. ممكن مثلا يجيب 4 حتت مثلا، يسمنهم لحد الموسم لحد العيد، وبيحوش فيهم، وفي نفس الوقت بيربي أضحية عنده بعلف نضيف وبشغل كويس، وبتبقى تكاليفها مش كبيرة، وفي نفس الوقت يعني بيعوض من خلال ان هو بيبيع الباقي. يعني بياخد الأضحية بتاعته سواء حتة او 2، وبيبيع الباقي وبيتصرف في ايه، يجيب شغل جديد ويبتدي هكذا، كأنه ايه، بتطلع مصاريف وحاجات من دي للأكل الحاجة. فكأنه بيحوش فيهم او بيجمع الفلوس ديك في الاخر ايه، بياخد الأضحية وبيكمل الموضوع. في واحد تالت بيبتدي يربي ان هو يعني يحوش او يدخر في التربية ديك المصاريف اللي هو بيدفعها، كأنه بيدخرها وبيحوشها في الحاجة دي. وده ممكن برضو يمشي معاه موضوع الأمهات. ممكن يجيب أمهات عشاير ويربيها ويأكلها بواقي أكل البيت، ويجيب لها برضو الأكل بتاعها. ولو اتزنق في فلوس بيبيع الخلف، بيزود عدده على حسب إمكانياته، على حسب المعطيات اللي أنا قلتها في الحلقة الأولى. في واحد بقى أو واحد رابع. تمام. واحد رابع ده بيفكر يعمل مشروع. تمام. فالمشروع برضو لو انت حابب تعمل مشروع، المشروع لازم أن يكون مبني صح، مبني على أسس معينة، على المعطيات اللي انا اتكلمت عليها في الحلقة اللي فاتت. ان انت يكون عندك المكان، عندك رأس المال اللي انت حددته اللي انت هتبدأ بيه. وطبعا نصيحة، محدش يبدأ بكل حاجة معاه. اي مشروع، اي موضوع هتخش فيه، عمرك ما تبدأ بكل راس مالك او كل الفلوس اللي معاك. لا، ابدأ بالنص. والنص دوت يبقى يعني حد اقصى، ما ينفعش ازيد عن النص. ازيد عن النص دي لما ابتدي الاقي معطيات، الاقي ارباح، او الاقي في عائد بيعود عليا من المشروع اللي انا بدأته. تمام. فنكمل موضوع المشروع دوت. فانا لو هربي مشروع، في برضو شقين للمشروع، في التسمين وفي الامهات اللي انت بتنتج خلف
وبتبتدي الخلف دي تفطمها وتسمنها شوية او تبيعها مفطومة وهكذا، يعني على حسب برضو المعطيات. فانت لو عندك الارض وعندك العلف او البرسيم، تمام. في البرسيم الحجازي، ممكن لو مؤجر ارض وزرع برسيم حجازي وعندك مكان كويس تقدر تبدأ فيه بالفكر اللي انت عايزه، بالمعطيات اللي متاحة معاك، وفي نفس الوقت باكتر حاجة هتناسبك. لو انت مبتدئ خالص ممكن تشتغل في، يعني انت عايز تبدأ مشروع، فانصحك يعني حتى لو انت ما عندكش خبرة، ممكن تبدأ تصميم مثلا بعدد قليل، تمام، وتشتغل عليه. يعني ممكن تبدأ على 3 4 حتت 5 حتت على حسب المعطيات، على حسب راس المال والمكان بتاعك يستحمل كام راس، وعلى حسب انت هتصرف عليهم من جيبك وهتشتري كل المدخلات الأعلاف، ولا في الأرض اللي هتوفر لك حوالي 70% من مدخلات الأعلاف، تمام. ودي كانت الحلقة التانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.